مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلي أونلاين. اليوم بدنا نعمل مع بعض أكلة فاخرة كتير، أنا بالنسبة لي كتير بحبها. بنعملها بالعزايم، كباب باذنجان مشوي بالفرن بطريقة كتير حلوة. بالعادة بتكون مشوية شوي، بس نحن صرنا نعملها بالفرن مقلية أو بدون قلي. أنا عملتها هالمرة بدون قلي، بتطلع خفيفة وطيبة كتير. خلينا نشوف المقادير. استعملت كيلو ونص باذنجان أسود، كبابة تقريبا كيلو، بصل 3 بصلات كبار، فلفلة خضراء وحمراء نص كيلو، بندورتين، معلقة ملح صغيرة، بهار نص معلقة، نص معلقة قرفة، فلفلة حمراء معلقة صغيرة. كمان استعملت دبس بندورة معلقة صغيرة، دهنة اللي ما عنده دهنة ممكن يستعمل زبدة أو سمنة، مكعبين ماجي، وفحمة وزيت زيتون. بدي أحضر التبلة، بدي أحطها على الوش. قطعت البصل جوانح وحطيتها مع معلقتين زبدة على النار، بدي أقلبهم مع بعض لتدبل حبات البصل. كمان قطعت الفلفل الحمراء والخضراء شرايح وضفتهم للبصل مع معلقة ملح، ضيفهم على نار وسط ليدبلوا مع بعض ويستووا. أما الباذنجان قشرته بالقشارة، عرفت درب أبيض ودرب نقشر الباذنجان، حطيتهم بصينية وقطعتهم بكر. بدي أحافظ على شكل الباذنجان تضل مثل ما هي. تبلت اللحمة، حطيت لها الملح والبهار وشوية قرفة وقلبتهم مع بعض. كمان حبيت أضيف لها معلقة صغيرة فلفل حمراء مطحونة، بقلبهم مع بعض وصارت جاهزة. بدي أعملها كور صغيرة مشان تكون جاهزة لما أحطها بين حبات الباذنجان. هلا حطيت دهنة، دهنت فيها الصينية، جبت بكرات الباذنجانة وحطيت بيناتهم اللحمة. بدي أحافظ على شكل الباذنجانة مثل ما هي. حطيت كمان شرايح من البندورة، تعطيها طعمة طيبة للحمة وتراوي حلوة. حطيت التبلة فوق اللي كنت عاملتها من قبل ووزعتها على كل الصينية. صارت الصينية عندي جاهزة ومرتبة. بدي أحطها بالفرن، بس قبل حطيت لها شوية شرايح من الدهنة فوق حبات الباذنجان. حطيت كمان مي سخنة، حطيت بقلبها مكعبين ماجي ومعلقة صغيرة دبس بندورة، حركتهم مع بعض وقلبتهم فوق الصينية. هاي الطريقة كتير طيبة، من أطيب الطرق اللي أنا بعملها. أكلت معي بالفرن تقريبا شي ساعة، شغلت عليها من فوق ومن تحت. بعد ما استويت كمان حبيت اخذ طعمة الشوي، حطيت فحمة على النار بقصديرة وحطيت فوقها زيت زيتون وغطيتها بورق قصدير، تركتها لتنطفى الفحمة. طبعا هاي الطريقة اختيارية، بس حبيت تعرفوا الطريقة إذا الواحد بده يحسن طعمة الشوي. شلت السلوفانة وصارت أكلتنا جاهزة للتقديم. صحة وألف هنا. من الأكلات اللي كتير بنصح فيها، كتير طيبة هالطريقة بكل تفاصيلها طيبة وبنصحكم فيها. أما الفيديو اللي جاي فهو كمان من مطبخنا الحلبي، ورق عنب أو مثل ما بنسميه نحن يبرق، بطريقة لف حلوة وسهلة. انتظروني بالفيديو اللي جاي. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليصلكم كل جديد. باي باي.